السحر والجمال والتاريخ ليهم عنوان ما يتوصفش. حارس الساحل الشمالي والوريث الشرعي لإحدى عجائب الدنيا السبع. لو كنت جديد في القناة اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس علشان يجيلك كل جديد. ويلا بينا نبدأ جولتنا في حتة من مصر. في زلزال كبير جدا حصل سنة 702 أيام السلطان الناصر بن قلاوون. جاب منارة اسكندرية على الأرض. جه الأشرف قايتباي تولى الحكم وعمل القلعة اللي احنا شايفينها. القلعة اتبنت سنة 882 هجرية 1477 ميلادية، واللي بناها طبعا الأشرف قايتباي. اتبنت منين؟ جزء من حجارة المنارة اللي كانت موجودة في المكان، والجزء التاني جابوه من المعابد وأماكن أخرى من اسكندرية وبره اسكندرية. القلعة زمان كانت حائط سد منيع، يعني لو عايز تدخل اسكندرية لازم تعدي القلعة الأول. وطبعا عشان أهمية القلعة سلاطين كتير اهتموا بيها، أشهرهم السلطان قنصل غوري والسلطان تومان باي. بس للأسف تومان باي ما عادش فترة كبيرة، هي سنة واحدة بس، وبعدين اتقتل واتعلق في باب زويلة. هل عمرك دخلت حصن اتبنى علشان يحمي مدينة كاملة من هجوم بحري؟ ده مش خيال، ده واقع اسمه قلعة قايتباي في الإسكندرية. هنا البداية، البوابة الرئيسية للقلعة. تفتكر ليه كانت أكبر نقطة تأمين؟ لأنها كانت أول هدف للهجوم. مكان اتبنى مش بس بالحجارة، ده اتبنى بالخوف من الغزو. وعلشان يكون الحصن فعلا منيع، القلعة حوالين منها سورين ضخمين. السور الخارجي لوحده عرضه 2 متر وارتفاعه حوالي 8 متر. تخيل قوة البناء. والأهم إنه كان بيحيط القلعة من ال4 جهات، كأنك في حضن قلعة مش هتسيبك تنهزم أبدا. جوه القلعة هتلاقي حاجة عجيبة، مسجد مبني على الطراز المملوكي. تفتكروا ليه يبني مسجد جوه حصن عسكري؟ لأن القلعة كانت مش بس للحرب، كانت للحياة. المسجد كان فيه الصحن و4 إيوانات بتمثل المذاهب ال4، كل واحد فيهم زي مدرسة صغيرة فيها شيخ وتلاميذ، عبادة وعلم جنب بعض. في الدور الثاني 4 قاعات ضخمة كانت بتحصل فيها اجتماعات القادة مع الجنود. تفتكروا كان بيتقال فيها ايه؟ هنا كانوا بيخططوا ويقرروا ويتجهزوا لأي معركة جاية. وهنا إيوان السلطان، مكان مرتفع بيطل على الساحة وعلى البحر. هل كان مكتب قيادة ولا منصة اتخاذ قرارات مصيرية؟ الإجابة دايما في عيون السلطان، اللي كان واقف هنا بيشوف كل شيء قبل ما حد يتحرك. أما الدور الثالث فده كان عين القلعة، اللي شايفة كل شيء. 28 غرفة للمراقبة والتخزين وإعداد القتال، وكل ده بدون أجهزة، بس بنظام عبقري سابق لزمنه.
ومن فوق القلعة هتلاقي فتحات مدورة. تفتكر دي للتهوية؟ دي كانت لتوصيل المياه العذبة، شريان الحياة اللي بيحافظ على القلعة وقت الحصار. القلعة مبنية في المكان الصح، البحر بيحيط بيها من 3 جهات، ودي مش صدفة، ده علشان تراقب كل سفينة داخلة وكل خطر جاي من بعيد. القلعة اتبنت في 2 سنين بس، من سنة 882 لسنة 884 هجرية، لكن عمرها أطول بكتير من مجرد رقم. دي قلعة حية بتحكي تاريخ بلدنا. لو حبيت الجولة دي استناني، في أماكن تانية كتير وتاريخ تاني. واشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان تشوف مصر بعيون مختلفة.